اليوم نحن نتكلم عن شيء آه، هو يدعى بالحق. يعني بمعنى أنني اليوم أنا أنظر من النافذة وأرى إلى أشياء لا يراها الناس الذين يرون هذا المنشور. فإذا قلت إني أرى شجرة وسيارة زرقاء أو حمراء وسماء وغيوم، فهذا حق لي لأنني أرى وأبصره. في نفس الوقت هذا الحق الذي أراه حقا بمنظار آخر، ربما بمنظار فيزياء الكم أو بالفيزياء الذرية، هذا ليس بالحق. ربما بمنظار أو بمنظور العالم الأحياء أو الطب، العين التي ترى، ربما القول أنني أرى هذا فيه تجاوز، لأنها فقط موجات ضوئية تنعكس على العدسة ثم تسير من إشارة ضوئية إلى إشارة كهربائية، والعقل هو الذي ينظم هذه الصورة، حتى ويقال أن العدسة يعني تعكس الصورة، ولكن العقل هو الذي يجعلها في موضعها. فهذا الأمور نسبية، ولكل رحلة أو مرحلة من هذه المستويات حق خاص به، وهو حق مطلق. أن الذي يراه عقلي دماغي هو صورة معكوسة، هذا حق بالنسبة للعقل. بالنسبة لإدراكي كبشر، الصورة ليست معكوسة أو مقلوبة، هذا حق أيضا. فكيف نجمع ما بين كل هذه الحقوق في آن واحد؟ هذا مثل على الحوارات والنقاشات التي تدور بين المسلمين اليوم، ولن يدرك حقيقة هذه الحقوق أو مظاهر الحق إلا من كانت له يعني مسافة، أخذ مسافة مع كل مستوى من هذه المستويات. وهذا يلزم أو يشترط في الإنسان أن يكون له وعي بكل هذه المستويات أصلا، فإن كان يعي مستوى واحد فربما غفل عن مستويات أخرى. فكيف يجمع الحق؟ كما قال سيدنا الخضر: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. إذن يجب الإحاطة، وهذا شيء مهم، لأن الإحاطة بالشيء، أو ربما ليست إحاطة مطلقة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بكل شيء، والله من ورائهم محيط، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، تبارك اسم رب المجيد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحيط بكل شيء بكل مستويات الحق. فهذا أولا يفرض على العبد أن يكون متواضعا في كل مراحل وسبل بحثه عن الحق. فيه شيء حقيقة عجيب في القرآن. في أوائل سورة البقرة، عادة لما نتكلم مع الناس أو يكلمنا الناس، وإذا أقررنا أشياء يقال لنا: هذا منك ظن. يقولون الظن يعني بمعنى أن هذا يحتمل الشك، ليس بالحق اليقين. وربما أتوا بأشياء قالوا عنها أنها حق يقين. الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يعني تكلم عن المؤمنين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، هؤلاء المفلحون. هذا حق بائن عند المسلمين. الذي يظن أنه ملاقي ربه هذا يؤمن بيوم البعث، هذا مؤمن. ولكن الله سبحانه وتعالى سماه ظن. هذا الظن الذي في حقيقته في هذه المسألة، يعني الإيمان بالبعث، هذا الظن حق يقين أن الله يبعث من في القبور، ولكن سماه ظن. ولكن في سورة أخرى قال: إن بعض الظن إثم. إن بعض الظن إثم.
فالظن يتأرجح من 0 إلى 100%. فقد يكون الظن أقرب إلى الباطل. لذلك الله سبحانه وتعالى بعض الظن قال إن بعض الظن ليس كل الظن، ولكن بعضه باطل، إثم، يعني تعدى الباطل إثم. كان الكلام عن العلاقات الاجتماعية، سوء الظن بالناس، ففيه سوء ظن وفي حسن ظن. لا زال كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله: أنا عند حسن ظن عبدي بي. أنا عند حسن ظن عبدي بي. فقد يكون الظن حسنا، وقد يكون سيئا، وقد يكون حقا يقينا كالإيمان بالبعث، وقد يكون باطلا أو إثما حتى. فلما نكلم الناس بظنوننا هذا مبلغنا من العلم، هذا مبلغنا من العلم. والشيء أظن الذي يعين على الوصول أو الاقتراب من الحق، من الظن الحق، هو التجرد. وهذا ليس بالشيء السهل والهين. التجرد من ماذا؟ التجرد من عامة من النفس، ومما تتعلق به من سياق، من تربية، مما علمت منذ الصغر على أنه حق، يعني لا مرية فيه. وهذا التجرد ليس بالشيء السهل حقيقة، ويلزمه ككل شيء سعي وصراط ومراحل وجهد. فالذي ربما يقترب من الحكمة أو من العقل، من الفهم، من التفقه، هو الذي تجرد من نفسه، مما تتعلق به نفسه، مما في أيدي الناس، أو خوفا من الناس. لأن الإنسان كما يقال في العلوم المادية حيوان اجتماعي، هو كائن اجتماعي. كما قال ابن خلدون، يعني في فكرة العصبة، إنسان ينتمي إلى عصبة، وانتماؤه إلى العصبة يجعله في ظنه محصن من الخطر. اليوم نتكلم، إلا ما رحم الله، نتكلم عامة عن الخطر الفكري أو العقائدي أو النفسي، حتى لا يكون في ارتباك. يفضل أن يكون في عصبة يأخذ بأقوالها. ولما أقول عصبة ليس بالمعنى العرقي، قد تكون عصبة في السياسة، قد تكون عصبة في التاريخ، قد تكون عصبة في الدين، قد تكون إلى آخره. فالإنسان يتعلق بهذه العصبة حتى لا يسقط، حتى لا يهبط في هذه الدنيا، حتى لا يزيغ، حتى لا يكون وحيدا. لأن التجرد يؤدي إلى الوحدة حتما، لأنك ربما تأخذ بشيء مما عند العصبة من الحق أو مما تظنه حقا، ولكن في كثير من الأحيان ستترك وترذل كثيرا مما عند كثير من العصب. وهذا ما نجده في كتاب الله تبارك اسمه، في سنة النبي صلى الله عليه وآله، أن أصحاب الحق دائما قلائل. النبي صلى الله عليه وآله قال: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا. جاء غريبا وسيعود غريبا، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا أفسد الناس. يعني الذين يصلحون، هذا الغرباء إذا أفسد، يعني العامة الناس، إذا أفسد الناس كلمة عامة، وهم غرباء أي قلة. فأظن أنه من إلزامات وشروط التقرب إلى الحق الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، أول مراحل السعي إلى الله سبحانه وتعالى هو التجرد. ولا يتم هكذا بين عشية وضحاها، يتم بمراحل قصيرة، خطوات قصيرة، حتى يتمرن العبد على ملاحظة ما الذي يتعلق فيه إذا واجه أو جابها أو جرب فكرة جديدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن نكون من الذين يحسنون الظن فيه، والذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم.